السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم عن كيفية صناعة الأسلحة البيضاء أو السيوف عامة، مش بغرض زي السيع ما بيمسكوهم والبلطجية والعربجية وهكذا. لا، دي على فكرة دي صناعة وحرفة وشيء جميل أوي عند العرب ودول الخليج. عندهم السيف أو الخناجر ده مش الخناقة زي عندنا، طبعا احنا بنصنعه ونعمله عشان نتخانق بيه، يعني غير كده احنا ما بنعملش بيه. لا، هم عندهم حاجة تانية، بياخدوا الحاجات دي زي تراث، بيعتبر تراثهم بالذات العرب والكلام من دوت. وطبعا بيتعمل من حديد الصلب الجامد الخالص، معلوش أي إضافات. يبدأ يجمعه ويدخله النار لغاية ما يمسك حتة حديد زي اللي عاملها دي كده، يبدأ ياخدها ويفردها ويمين وشمال لغاية ما تبقى بالطول ده كده. يبدأ هو يتنيها بقى بعد كده تاني، خد واحدة تانية هو يبدأ يتنيها ويفردها تقريبا كده، هيفردها بطول السيف ويقسم بقى فيها زي ما هو عاوز ويتنيها بص زي ما هو عاوز، يمين وشمال وهوبا يعني لغاية ما تبقى في ايده زي ما كده ناعمة يعني كده، وزي ما هو عاوزها بالطول اللي هو عاوزها بالدقاق ده لغاية ما تبقى كده يعني شبه لما نشفت. يبدأ بقى يسروخها ويتنيها، وعامل لها طبعا حتة من تحت زيادة اللي هي هتبقى ايد السيف، يعني يبدأ ينعمها كده، مش عشان مثلا تبقى هي الشفرة، لا يمين وشمال كده ينعمها الأول قبل الشفرة. يعني هو بياخد الشفرة معاها طبعا، بس بينعم فيها على قد ما يقدر كده اهو، بعدين يرجع يدخلها النار تاني زي ما حضراتكم شايفين. اما بيدخلها النار تاني بيزيدها صلابة وقوة، يعني بيزيدها صلابة وقوة. يقوم حاططها في المية ويعدلها الأول كمان، فيها عوجة فيها أوسة. سيف بقى، سيف ده يعني بيقولك زي السيف، يعني واقف كده عمود ولا يمين ولا شمال، طول موازي. يدخلها المية الأول طبعا يبقى تبقى جامدة بمعنى كلمة جامدة. هنا تاني بقى بنرجع تاني يبدأ ينضفها من الريش ويبدأ يعدلها بقى، يعني هو كده هيبدأ بقى يظبط السيف اللي هي الشفرة بتاع السيف. يعدي عليها مرة واتنين كده ويظبط حاله، وبعد كده بيركب لها بقى، يبدأ يركب لها الإيد. طبعا الإيد دي إيد خشب، في سيوف إيد خشب وسيوف إيد حديد، يعني حديد كده بياخدها حديد صب، الحتة كلها صب كده بالحديد بتاعتها، أو صب أو تبقى خشب زي دي أيا كان سيان دي أو دي. بس طبعا ده حاجة تانية. هنا كده بقى بالبيبة يبدأ يقفل عليها، والزيادة دي هيطيرها، ده شو كده هيطيرها هو هنا ويسويه. يبدأ بقى يزغرف في السيف، يعمل فيه، يعدل في الخشب هكذا، يعني لغاية ما يطلعوا حاجة يعني تتباع صح. وده يعني أندر سلم تحت السلم كمان، ده في مصانع للحاجات دي. هو كده لسه بقى ياخد لون وياخد، هيتعدل هنا، هيبدأ هو بقى يعدل فيه العلامة اللي هي في النص اللي ما بين الخشبتين دي عشان تركب. يبدأ ينعمها ويصنفرها أوي كده، تبدأ تاخد لون زي الفضة كده لامع. وهنا زي ما انتوا عارفين ده عاملة زي المخرطة كده، هيبدأ يخرطه يمين وشمال عشان زي ما بيقولك يركب له فصوص أهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين. ده بيحلي من السيف. طبعا في حاجات تانية بقى أجمد من كده، في ناس بتعمله من طراز دهب، ويبدأ هنا يملى مية تاني عشان ينزله فيها. اهو يبدأ يلمع زي ما أنا كنت مفكر دي مية، طلعت دي مية نار. تعمل مية النار دي عشان تطلعه من الجلخ اللي فيه، تحاول تديله لمعة مع الرش اللي هو عامله ده. شوف زي السيف في ايده بدأ ياخد لمعة كده، يعني يعني ندف بمعنى صح. انتوا عارفين مية نار بتنضف أي حاجة. يبدأ بقى هو يديله حدة الشفرة اللي هي يعني زي ما بيقول لك تعور يعني بمعنى صح. ولسه برضه هيمر بكام مرحلة، يعني على قد ما يقدر كده بيحميه ويظبطه اهوت. لغاية اما هو اهو حمي معاه، حس اللي هو بقى حمي كده خلاص، يعني بقى جاهز لقطع الرقبة والكلام ده. ده بالنسبة لنا احنا كمصريين احنا بنعمل الحاجات دي عشان نعور بيها، اما هناك بيعملوا الحاجات ديت يعني للمبارزة الخفيفة، يعملوا الحاجات دي للزينة. يبدأ بيحمل حجر، بص بيحمل حجر تاني
عشان يديله الوش هي يعني ايه تعورة الوش مفيهاش معلش. وده هو بيحاول يا سيدي على الحلاوة. حلو البتاع ده، يبقى نجيبه بقى ايه، كل واحد يمشي بواحد زي ده يحلق دقنه بيه واللي يحلق مش عارف ايه بيه كده. ده زيت اللي بيدهنوا بيه عشان منعا للصدى، زيت خاص طبعا مش زيت الأكل بتاعنا والكلام من ده. دي كده نهايته اهوت، ويبدأ بقى يطرزه ويبدأ يغطي، يحطه في أكياس فاميه والكلام من ده، ويبدأ يقفله وهكذا. وكل ما لدينا في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.